نعود إليكم بعد قليل نتابع معكم في بانوراما. السويداء تنضم إلى ركب الثورة السورية. لم يعد المشهد في محافظة السويداء السورية كما كان عليه منذ انطلاق الثورة قبل نحو عامين، فالهدوء النسبي الذي عم المحافظة قطعت رتابته مظاهرات احتجاج حاشدة ضد نظام الأسد وعمليات نوعية أعلن الجيش الحر تنفيذها في مواجهة جيش النظام. التحاق السويداء ذات الغالبية الدرزية بركب الثورة جاء بالرغم مما أثرته من مخاوف لدى أبنائها تحذيرات النظام الذي جاء رده هذه المرة عنيفا، ولتنتقل المواجهة معه من فردية كما كانت في السابق إلى جماعية تمثلت بقصفه قرى عدة في المحافظة. فهل حقا تجاوزت السويداء حاجز المخاوف التي أثارها النظام؟ وما هي تداعيات التحاقها بركب الثورة على نظام الأسد؟ محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية اقتصر انخراطها في الثورة السورية على مظاهرات سلمية خجولة واجهها النظام بالعنف عبر اعتداءات نفذها الشبيحة ضد الناشطين. لكن السويداء بدأت تشهد عمليات عسكرية نوعية لمنشقين دروز ضد قوات النظام لتؤدي إلى اشتباكات عنيفة بين الجانبين وقيام قوات النظام بقصف قرى الدويرة وتعارى والدور، إضافة إلى قيام الطائرات القتالية بقصف أماكن تمركز الثوار في ظهر الجبل في السويداء. آخر هذه العمليات وقعت الجمعة، حيث نفذت كتيبة سلطان باشا الأطرش التابعة للمجلس العسكري في محافظة السويداء بقيادة الملازم أول خلدون زين الدين هجوما على نقطة الرادار في منطقة ظهر الجبل في السويداء. قتلى وجرحى من قوات النظام سقطوا خلال العملية التي أدت إلى إرسال النظام تعزيزات من عناصر أمن وجيش إلى المنطقة، فسقطت في كمين نصبه لها الثوار، واندلعت بعدها اشتباكات قال الثوار إنهم كبدوا فيها قوات الأسد خسائر فادحة. على أثر ذلك فرضت قوات النظام والشبيحة حصارا خانقا على مركز المدينة ونصبت الحواجز على كافة مداخل السويداء. المنشقون من أبناء السويداء أسهموا في مساعدة الثوار في مناطق أخرى، كما قاموا بعمليات ونشروا تفاصيلها على الإنترنت على غرار ما تقوم به فصائل الثوار، كهذه الصورة لدبابة دمروها. وسهل آخرون عمليات انشقاق وتسليم حواجز قوات النظام للثوار، كما فعل الملازم عمران مهنا الذي سلم أحد مواقع قوات النظام في جبل الزاوية في إدلب. رولا الخطيب، العربية. ومعنا من عمان عفوا النقيب الدكتور شفيق عامر، ضابط منشق من محافظة السويداء والناطق الإعلامي للمجلس العسكري الثوري في المحافظة. أهلا بك معنا سيادة النقيب، وأبدأ معك بالأخبار التي تابعناها في الأيام القليلة الماضية أو في الأسبوعين الماضيين. هل يمكن أن نقول فعلا بأن السويداء انضمت بثقلها إلى الثورة السورية؟ يسعد مساكي ست منتهى. حقيقة ملايين السوريين ينتظرون إطلالتك الرائعة على شاشة العربية في بانوراما. شكرا. وفي البداية أسمح لي أن أترحم على شهداء ثورتنا العظيمة واليتيمة، وأدعو من الله الشفاء العاجل لجرحانا والشفاء العاجل للبطل الملازم أول المهندس خلدون زين الدين الذي أصيب اليوم في معارك ضد عصابات النظام في السويداء. طبعا ست منتهى، في البداية أنا هلق جالس معك وبعيوني فعلا الدموع، لأنه عصابات النظام مشبيحته حاليا في هذه اللحظات تقطع أوصال جثث شهدائنا الأحرار في السويداء وتهاجم الجرحى هم والشبيحة ويعملون على قتلهم وتقطيعهم، وكأن العالم والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان غائبة عن سوريا تماما وعما يحدث في سوريا. طبعا هذا بداية المشهد، فعلا يعبر أن السويداء دخلت بثقلها بشكل أكبر بكثير مما سبق في الثورة السورية. طبعا السويداء منذ البداية كانت حاضرة في الثورة السورية. النظام حاول جاهدا بكل ما أوتي من قوة، 15,000 عنصر أمني وشبيح على الأقل في السويداء يجولون في الشوارع يمنعون الناس حتى من إصدار أي صوت. النظام حاول جاهدا لتحييد السويداء، لكن السويداء حاضرة كانت منذ بداية الثورة. اعتصامات متعددة، منها شموع السويداء، منها اعتصامات الحقوقيين، الأطباء، المهندسين، حضور السويداء في كل مظاهرات الموجودة في كل أنحاء سوريا في كل المدن السورية. بس بدأت هذا الزخم، هذا الانضمام بقوة لمحافظة السويداء، خاصة
طبعا كمان بالإضافة إلى أنه منذ البداية حدثت انشقاقات متعددة في ضباط وصف ضباط وعسكريين من صفوف الجيش النظام، وانضموا إلى صفوف الثورة، إلى صفوف الجيش الحر، وتشكلت كتائب تابعة لمحافظة السويداء. لكن في الحقيقة بدأ الحراك الثوري يأخذ منحى آخر أقوى بعد تشكل المجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء بقيادة العقيد مروان الحمد. هذا المجلس اللي بدأ يعطي إحساس لأهالي السويداء نوعا ما من الأمان، بأنهم قادرون على الدفاع عن أهلنا في السويداء. طبعا واليوم ومن يومين تقريبا الكل يعرف المجلس العسكري، وقبل يومين منذ أسبوع تقريبا و10 أيام بدأ بعمل عدة ضربات عسكرية موجعة جدا كانت للنظام في السويداء. أما في يوم الجمعة طيب. في الحقيقة أنا سؤالي يا دكتور كانت نقيب، الضربة القاسمة. دكتور شفيق، تفضل. سؤالي الحقيقة كان يتعلق بما كنا نسمع عن محاولات النظام ترويج فكرة التخويف للدروز السويداء من أنه القادم هو تنظيمات متشددة وتنظيمات إرهابية وهم سيكونون كبش فداء، يعني سيذهبون ولن يحميهم أحد إذا ما سقط هذا النظام. ولوحظ بأنه يعني كان في ربما خوف من قبل المواطنين، إضافة إلى ما ذكرت 15,000 عسكري أو شبيح داخل السويداء. لكن هذا على جانب مختلف، هي محاولة تخويف أكثر، تخويف عاطفي من المستقبل، حتى أنه بعض شيوخ طائفة الموحدين كانوا بكل مشاعرهم مع النظام السوري. هل اختلف الوضع الآن؟ هل أصبح الدروز في السويداء يشعرون بأنه هذا النظام ساقط وبأنه لا يمكن الوقوف مع نظام يقتل شعبه؟ في الحقيقة ست منتهى في يعني مجموعة الدروز في السويداء بصراحة هي الغالبية العظمى الدروز في محافظة السويداء. الحقيقة ليس الإحساس فقط بأنه النظام قرب على نهايته أو شرف على نهايته، ولكن في الحقيقة ما نسمعه وما نراه وما نشاهده من جرائم هذا النظام التي تجاوزت كل الحدود التي يمكن أن يراها الإنسان عبر تاريخه، جعلت من الناس في السويداء بركان يغلي منذ بداية الثورة. لكن الحقيقة كانت التغطية الإعلامية على السويداء كانت ضعيفة جدا. قدر النظام في البداية تحييد السويداء بكل ما أوتي من قوة لإبعادها عن الثورة، وحاول جاهدا حتى ما قبل الثورة دائما تخويف الطوائف الأقليات على أن هناك أغلبية سنية هي سلفية مرتبطة بالإرهاب، مرتبطة بالقاعدة، هي تريد دائما إذا استلمت الحكم هي ستتفني الدروز، تفني الطوائف الصغيرة. ولكن أهلنا في السويداء أوعى من ذلك بكثير. حاليا غالبية أهلنا في السويداء يشعرون بأن هناك نهاية هذا النظام أصبحت وشيكة، ويشعرون بأنه لا مجال. السويداء والدروز هم جزء لا يتجزأ من سوريا الحرية، سوريا القادمة، سوريا الدولة المواطنة، سوريا الدولة الديمقراطية. ولذلك نشهد أن في هذه الفترة الأخيرة رغم كل القمع الأمني الذي لا تشهده مدينة في أي باقي المحافظات، رغم هالشيء أهلنا في السويداء يعلنون وبخصم الفترة الأخيرة بأنهم مع الثورة، هم مع الحرية، هم مع سوريا الحرية، وأنهم ضد هذا النظام وكل طغمته الحاكمة الفاسدة ومع شبيحته وأزلامه. الفئات الصامتة في السويداء يمكن أن نقول بأنها خرجت عن صمتها. إلى أي مدى يمكن أن يساهم مسار الثورة في توحيد كلمة جبل العرب في سوريا من أجل الوقوف تماما وبالمطلق مع الثورة السورية ضد هذا النظام الذي يصفونه بأنه قاتل لشعبه؟ في الحقيقة الفئة الصامتة، في فئة صامتة طبعا في السويداء. هناك خوف شديد جدا من بطش النظام الذي لم يشهد له التاريخ من وجود. بس الحراك الأخير اللي ظهر في السويداء وبدأ المجلس العسكري الثوري بالسويداء أشعرت ببعض الناس وفئات كبيرة من الناس في السويداء أنه هناك من يستطيع حمايتهم، وبالتالي بدأوا يشعرون أنهم قادرون على المشاركة الفعالة بقوة في هذه الثورة العظيمة، هذه الثورة اليتيمة والعظيمة. وإن شاء الله في الأيام القادمة سيشهد النظام حراك في السويداء، حراك ثوري سلمي وعسكري لم يشهده ولن يشهده من قبل. المجلس العسكري الثوري في السويداء ينسق مع المجالس العسكرية الثورية الأخرى في سوريا؟
نعم المجلس طبعا أنا أريد أفيدك كثير من ضباطنا المشقين وكثير من العسكريين وصف الضباط الذين انشقوا عن جيش النظام، هناك منهم من يعملون في محافظات مختلفة، منها في إدلب، في غوطة دمشق، ومنهم في درعا. طبعا هناك تنسيق وتعاون كبير جدا بين المجلس العسكري في السويداء والمجلس العسكري في درعا، وهناك كتائب تتشارك في عمليات قتالية ضد جيش النظام من المجلس العسكري في درعا والمجلس العسكري في السويداء. السويداء بدأت تدخل بقوة في الثورة، وهي من البداية كانت حاضرة ولكنها لم تستطع الدخول بقوة، والآن فعلا السويداء تعلن دخولها في الثورة وستلعب دورا هاما. والحقيقة رد فعل النظام تجاه عمليات القصف التي تجري في المنطقة تشير إلى أنها دخلت بقوة. شكرا جزيلا لك نقيب الدكتور شفيق عامر، الضابط المنشق من محافظة السويداء. نهاية بانوراما، تحية لكم وإلى اللقاء.